النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات اللذيذة جدا اللي محببة للأطفال والكبار. هنعمل بسكوت كوكيز، هنعمله بطريقة بسيطة، إمكانيات برضو بسيطة جدا. تشربيه كده الصبح مع كوباية شاي مع كوباية حليب، بجد طعامة يعني ومش مكلف خالص. وبكوبايتين دقيق هنعمل كمية كبيرة جدا. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه في بوله هننزل كده بكوبايه من العسل الاسود، وكمان هننزل عليهم ببيضه بدرجه حراره المطبخ. بعد ما نزلنا بالعسل ونزلنا كمان بالبيضه هنضرب ضرب جامد جدا عشان نخلط البيضه مع العسل كويس قوي. كمان هنزود معلقه صغيره من الفانيليا، نضرب كده كويس قوي. لازم البيض تختفي ما تبينلهاش اثر. تمام، بعد ما ضربنا كده خلاص هننزل بقى بكوباية إلا ربع من السمنة على الزيت أو زبدة أو سمنة خالص براحتك خالص. أنا النهاردة استخدمت سمنة. تمام، هنضرب كده السمنة برضو لازم تختفي، نضربها ضرب جامد مع العسل ومع البيضة بالشكل ده كده. خلاص ضربناها لغاية ما لهاش أثر. بعد كده هنزل بقى عندنا الدقيق، هنستخدم 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، كمان معلقة صغيرة من الملح. هنبتدي ننزل بالتدريج، كل ما بننزل شوية بنقلب كده. طبعا مش هنحط أي مواد سائلة، هنحط بقى الدقيق لغاية ما نحس إن خلاص مش محتاجين أي سوائل تاني، واللي عندنا الدقيق اتظبط. أنا بالظبط الكمية دي خدت 3 كوبايات من الدقيق. هشيل بقى المضرب كده وابتدي اعجن بايدي بطراطيف صوابعي. احنا ما بنعملش معجنات عشان نعجن او عيش، لا انا مش محتاجه اديها عجين كتير، يعني يا دوبك بطراطيف صوابعي كده بلم العجينه بس. شايفين طريه ازاي؟ لا بتلزق ولا مشققه كده. يبقى البسكوت او العجينه بتاعتنا تمام. تشكيله بقى سهل جدا. هنعمل كورة صغيرة ونبطط عليها كده بطراطيف ايدينا كده، بطراطيف صوابعنا. بقى هنعملها بالشكل ده كده، الحجم ده كده كويس قوي. وبعد كده عندنا شوكليت شيبس طبعا هننزل فيه. عندك سوداني مجروش ممكن تستخدميه، عايزة تسيبيها كده من غير اي حاجة برضو براحتك. يعني ليك حرية الاختيار اللي انت عايزة تحطيه على الوش. تمام، بس كده هنعمله كله بالطريقة دي زي ما قلت لك، ممكن تشكليه كده. وصفتنا انتهت، اللي عملنا فيها بأجمل وأرق بسكوت وأحلى بسكوت ممكن تفطري بيه كده مع كوباية حليب مع كوباية شاي. عملنا بسكوت الكوكيز. أتمنى تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، أتمنى كمان انتوا تجربوه. نشوفكم بخير في وصفة جديدة، إلى اللقاء، باي باي.